في الحلقة الماضية توقعت دور المجموعات، لكن في هذا الفيديو سأتوقع من دور 32 حتى بطل كأس العالم 2026. وهذه هي توقعاتي في الحلقة الماضية لدور المجموعات كاملة. لكن قبل ما نبدأ أرجوك عزيزي المشاهد حط لايك واشترك في القناة وهيا بنا. المنتخبات التي ستتأهل: في المركز الثالث لدينا 8 منتخبات. لدينا منتخب التشيك ومنتخب استراليا ومنتخب الاكوادور ومنتخب السويد، وايضا منتخب ايران ومنتخب السعودي والمنتخب النرويجي، واخيرا منتخب النمسا. والمنتخبات التي ستخرج في المركز الثالث للاسف لدينا منتخب اسكتلندا ومنتخب قطر واوزبكستان وغانا. طبعا سيخرجون لانهم طاحوا في مجموعات صعبة جدا، مثل منتخب غانا طاح ضد انجلترا وكرواتيا، واخيرا منتخب بنما. اكيد مجموعة صعبة، خاصة المنتخب الانجليزي والمنتخب الكرواتي. ولا ننسى أيضا منتخب قطر تلعب ضد منتخب سويسرا ومنتخب كندا ومنتخب البوسنة. أكيد مجموعة صعبة جدا ولا يستهان بها. وحتى منتخب اسكتلندا سيلعب ضد المنتخب البرازيلي والمنتخب المغربي وأيضا هايتي. أعتقد أنهم سيفوزون على هايتي، لكن سيخسرون بنتائج كبيرة ضد المنتخب البرازيلي والمغربي. وأيضا أوزبكستان ستلعب ضد منتخب البرتغال ومنتخب كولومبيا ومنتخب الكونغو الديمقراطية. طبعا مجموعة صعبة، خاصة البرتغال يعتبر من أفضل المنتخبات حاليا، أيضا الكونغو الديمقراطية منتخب لا يستهان به، وأيضا منتخب كولومبيا منتخب صعب جدا. 30 دينا 16 مباراة، وأولها ألمانيا ضد أستراليا. أكيد سيفوز المنتخب الألماني. وفي المباراة الثانية لدينا المنتخب الفرنسي والمنتخب السويدي. طبعا منتخب السويد لديهم هجوم تاريخي، لكن منتخب فرنسا أفضل بكثير. والمباراة الثالثة لدينا منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب كندا. طبعا منتخب كندا لديهم جوناثان ديفيد وألفونسو ديفيز، وكوريا لديهم هيونغ مين سون، وأعتقد أن المنتخب الكندي سيتفوق عليه. وفي المباراة الرابعة لدينا منتخب الهولندي والمنتخب المغربي. الصراحة صعبة جدا، لكن أعتقد أن المنتخب الهولندي سيتفوق على المنتخب المغربي. وفي المباراة الخامسة لدينا منتخب كرواتيا ومنتخب كولومبيا. هذه أيضا مباراة صعبة، لكن أعتقد أن المنتخب الكولومبي سيتفوق على منتخب كرواتيا. وفي المباراة السادسة لدينا منتخب إسبانيا والمنتخب الجزائر. اوه ماي جاد، والله أنا صعب على المنتخب الجزائر، لأن إسبانيا يعتبر أقوى منتخب حاليا، لذلك سأختار المنتخب الإسباني. وفي المباراة السابعة لدينا مباراة قوية جدا، منتخب التركي ومنتخب النمسا. والله أنه منتخبين قويين، لكن والله ما أدري، لكن سأختار المنتخب التركي نعم. وفي المباراة الثامنة لدينا منتخب بلجيكا ومنتخب التشيك. أكيد تأهل منتخب بلجيكا. في المباراة التاسعة لدينا منتخب البرازيل ومنتخب اليابان. طبعا في آخر مباراة جمعتهم فازت اليابان، لكن في كأس العالم الكلام غير يا حبيبي، وأكيد تأهل المنتخب البرازيلي. المباراة العاشرة مباراة إفريقية بحتة، منتخب السنغال ومنتخب الكوت ديفوار. طبعا السنغال يعتبر ثاني أفضل منتخب في إفريقيا، لذلك سوف يتأهل منتخب السنغال. المنتخب المكسيك والمنتخب السعودية، في آخر مباراة جمعتهم فازت المكسيك 2-0، وسجلت المكسيك ضربة حرة. صاحب القدم اليسرى يسدد كرة قوية، لذلك سأعتقد أن المكسيك سوف تتأهل. وفي المباراة الثانية عشر لدينا منتخب إنجلترا ومنتخب النرويج. منتخب النرويج لديهم أوديغارد ولديهم هالاند، لكن إنجلترا كل لاعبيهم محترفين وأقوياء جدا، لذلك أعتقد أن المنتخب الإنجليزي سوف يتأهل. وفي المباراة الثالثة عشر لدينا منتخب الأرجنتين ومنتخب الأوروغواي. أعتقد أن منتخب الأرجنتين سوف يتأهل إلى دور 16. وفي المباراة الرابعة عشر لدينا منتخب أمريكا ومنتخب مصر. هذه أيضا مباراة صعبة، لكن محمد صلاح وعمر مرموش ومحمد النني سوف يتأهلون إلى الدور 16. وفي المباراة الخامسة عشر لدينا منتخب سويسرا ومنتخب إيران. أعتقد أن المنتخب السويسري سوف يتأهل إلى الدور 16. وفي آخر مباراة في دور 32 لدينا منتخب البرتغال ومنتخب الإكوادور. أكيد كريستيانو رونالدو سوف يتأهل إلى الدور 16.
وفي الدور 16 لدينا بدايتها مسك، والله المباراة تاريخية. المنتخب الألماني ضد المنتخب الفرنسي. طبعا المنتخبين قويين جدا منافسين للحصول على كأس العالم، لكن أعتقد أن المنتخب الفرنسي أفضل وسيتأهل إلى الدور ربع النهائي. وفي المباراة الثانية لدينا المنتخب الكندي والمنتخب الهولندي. في هذه المباراة ممكن أن المنتخب الكندي يعمل مفاجأة ويتأهل على حساب هولندا، لكن أنا أعتقد أن المنتخب الهولندي سوف يتفوق. وفي المباراة الثالثة لدينا المنتخب الإسباني والمنتخب الكولومبي. بدون تفكير المنتخب الإسباني سوف يتأهل إلى دور الربع النهائي. وفي المباراة الرابعة لدينا منتخب بلجيكا ومنتخب تركيا. طبعا بلجيكا لديهم أيضا منتخب قوي جدا، ولا ننسى منتخب تركيا لديهم كينان ييلدز ولديهم أردا جولير ولديهم الحارس شاكير ولديهم أكتور كوغلو. والله لديهم فريق قوي جدا. أعتقد أن المنتخب التركي سيعمل مفاجأة ويتفوق على المنتخب البلجيكي. وفي المباراة الخامسة لدينا منتخب البرازيل ومنتخب السنغال. وأيضا آخر مباراة جمعتهم فازت السنغال، لكن كما قلت من قبل في كأس العالم المباريات ستكون غير، لذلك سوف يتأهل منتخب البرازيل. وفي المباراة السادسة لدينا منتخب المكسيك ومنتخب إنجلترا. أكيد المنتخب الإنجليزي سوف يتأهل. وفي المباراة السابعة لدينا منتخب الأرجنتين ومنتخب مصر. وإلى هنا سوف تنتهي رحلة مصر في كأس العالم وتأهل الأرجنتين إلى الربع النهائي. في آخر مباراة في دور 16 ما بين البرتغال وسويسرا. أكيد تأهل كريستيانو رونالدو والبرتغال إلى ربع نهائي كأس العالم. وفي الدور ربع النهائي في الجهة الأولى لدينا المنتخب الفرنسي ضد المنتخب الهولندي، سيواجه إما منتخب إسبانيا أو منتخب تركيا. وفي الجهة الثانية لدينا منتخب البرازيل ضد منتخب إنجلترا، سيواجه إما الأرجنتين وإما البرتغال، يا عفو الله الرحيم. في المباراة الأولى لدينا المنتخب الفرنسي والمنتخب الهولندي. طبعا كعناصر أعتقد أن المنتخب الفرنسي أفضل. أعتقد أن المنتخب الفرنسي سوف يتأهل إلى نصف النهائي. في المباراة الثانية لدينا منتخب إسبانيا ومنتخب تركيا. أوه ماي جاد. أعتقد أنها ستنتهي رحلة تركيا في كأس العالم هنا أمام إسبانيا، وتأهل المنتخب الإسباني وسيواجه المنتخب الفرنسي في النصف النهائي. وفي المباراة الثالثة لدينا المنتخب البرازيل والمنتخب الإنجليزي. السامبا فينيسيوس جونيور وريتشارلسون وأيضا رافينيا ضد بوكايو ساكا وواتكينز وديغلون رايس. أعتقد أن البرازيل لن تتأهل، والمنتخب الإنجليزي سوف يتأهل إلى نصف النهائي. وفي المباراة الرابعة يا عفو الله الرحيم، الأرجنتين ضد البرتغال. كريستيانو رونالدو الجوليادور ضد البولغا ليونيل ميسي. لكن أعتقد أن المنتخب البرتغالي سوف يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، نعم، ويواجه المنتخب الإنجليزي. وفي نصف النهائي لدينا مواجهات نارية. لدينا فرنسا ضد إسبانيا وإنجلترا ضد البرتغال. في المواجهة الأولى لدينا المنتخب الفرنسي ضد المنتخب الإسباني. آخر مباراة جمعتهم كانت مباراة تاريخية. فوز المنتخب الإسباني على المنتخب الفرنسي 5-4 بعدما تفوقت اسبانيا اظن 4-1، لكن المنتخب الفرنسي راجع لكن لم يقدر على التعادل، وانتهت المباراه 5-4 بفوز المنتخب الاسباني. في نصف نهائي كأس العالم. كل شيء وارد. ممكن إسبانيا يجلد المنتخب الفرنسي، ممكن فرنسا يجلد المنتخب الإسباني، وممكن ستنتهي بضربة ترجيح. لكن أعتقد أن المنتخب الفرنسي سوف يتأهل للمرة الثالثة على التوالي إلى نهائي كأس العالم، نعم. وفي المباراة الثانية المنتخب الإنجليزي والمنتخب البرتغالي. أعتقد أن المنتخب البرتغالي سوف يتأهل إلى نهائي كأس العالم، طبعا لذلك لاحتوائه مع لاعبين مميزين، خاصة اللاعبين البرتغاليين الموجودين في باريس سان جيرمان، فيتينيا ونونو مينديز وجواو نيفيس. وفي المركز الثالث أعتقد أن المنتخب الإسباني سوف يكون في المركز الثالث. وفي نهائي كأس العالم يا عفو الله الرحيم ما بين منتخب فرنسا ومنتخب البرتغال. يا الله.
أعتقد أن المنتخب البرتغالي سوف يكون في المركز الأول، نعم، ويتوج بكأس العالم. والمنتخب الفرنسي سيكون في المركز الثاني للمرة الثانية على التوالي. في 2020 أخرجهم ليونيل ميسي، وفي 2026 أخرجهم الأسطورة كريستيانو رونالدو الجوليادور.